رجالة تانية ثانوي، انتباه. بص يا صاحبي، احنا هنا هنتكلم عن درس الانتباه. طبعا قبل ما ابدا تفرق لي بين الاحساس والانتباه. معلش انا اسف بتعبك معانا، بس يلا بينا على الدرس. يهتم. صحيح نسيت اقول لك في لينكين تحت، لينك لكل الملخصات اللي فاتت واللي جايه، وكل فيديوهات الحل اللي فاتت واللي جايه، ولو انت على اليوتيوب منورنا. يهتم كثير من خبراء الاعلام بترك نفس الاعلان. نفس الاعلان كفايه تكرار من عوامل الجذب طبعا. وجود قلم احمر واستقلام سوداء ده اختلاف حضرتك. طب انا لو قلت لك ازاي افرق بين الاختلاف والتغير، اشوف اجابتك في الكشكول. واخد لي بالك انت في الكشكول وانت داخل عشان نشوف حضرتك مركز معانا ولا مش مركز. السؤال الثالث، نلاحظ في شهر رمضان كل سنة وانتم طيبين طبعا وجود الاعلانات في بداية المسلسل وفي اخر المسلسل، ده وضع موضع. السؤال الرابع يقول لك اذا كنت في حالة جوع شديد فانك تشعر بالانجذاب. ريحة الاكل اللي جاية من المطبخ فدي دوافع دي. السؤال الخامس، يثير اهتمام الطفل عند مشاهدة التلفاز افلام الكرتون اكثر من بقية البرامج اللي بتعطي بيشدوا حاجة اللي هو بيحبها. طب ما دي ميول يا صاحبي. بقول لك ايه هنا، فرق لي بين الثلاث انواع بتوع الانتباه. هشوف اجابتك تحت في الكومنتات. السؤال السادس، عند شم احد الوالدين رائحة الحريق داخل المنزل فبيجري على المطبخ عشان يتأكد ان كل حاجة سليمة. ده شم فين؟ دي حاسة. يبقى ايه؟ شدة مثير. يا مزاجك يا مركز انت في الحاجات. السؤال السابع، استخدام اللوحات الإعلانية ضخمة فده حجم مثير. يستخدم المحاضر نبرات صوت مختلفة زي كده زي ما هعمل معاك فده تغير في المثير. هنا في سؤال برضه هتجاوبه في الكشكول كده، هي دي عتبة نوعها ايه؟ اكتبه في الكشكول وانت داخل. السؤال التاسع، ترقب الصياد منتظر ان حاجة ترقب يعني مستني. وعلى رأي الفنان أبي لما قال كنت مستني الوقت وجه والساعة اللي ضاعت اهي. السؤال العاشر، الفتيات تكون أكثر انتباها لإعلانات الموضة والفساتين. الحاجات اللي هيحبوها فدي ميول. السؤال 11، ليك أخت صغيرة بتحب برنامج تلفزيوني قوي، وأول ما تعدي قدام التلفزيون كده تلاقي البرنامج متذاع تقعد تتفرج عليه يخرب بيت الغتاتة، فده انتباه انتقائي ده صح؟ فيبقى ده ايه؟ لا يحتاج جهد من الفرد. يا مزاجك. سؤال 12، طبعا عايز تعرف بنحل ازاي؟ ارجع اللي بنقوله في الملخصات واللي بنقوله في الحصص يا رب. سؤال 12، قول احد المعلمين ان الجزء ده من المنهج مهم قوي، نركز هنا. يكون موضع سؤال في الامتحان يجعل الطلاب بيقوموا بالتركيز عليه دون غيره. ده بيجبر فيه الطالب نفسه على الانتباه لان ده انتباه إرادي. السؤال 13، عند اصطدام سيارتين فجأة فإن ذلك يجذب الانتباه. ده طبعا خد بالك إن هو إيه؟ لا إرادي. هسألك أنا سؤال بقى هنا برضه تجاوبه في الكشكول. إمتى يبقى نفس السؤال ده تختار فيه تشتت انتباه؟ لو هو موجود في إجابات يعني. السؤال 14، تقوم إحدى الفتيات بالبحث عن كل ما هو جديد ومناسب لذوقها لأنها حب. روح للناس يا حب، الحب مالينا غيره. سؤال 15، يميل الإنسان لقراءة العناوين المتصدرة للصحف بارزة فده موضع مثير. سؤال 16، استيقظت على صوت أخيك يتألم من معدة مش قادر فده انتباه لا إرادي. سؤال 17، أتشوق دائما لمعرفة كل ما هو جديد عن تحليل الشخصية وفن التعامل مع الشخصيات. طبعا هنا يقصد يتفرج على قناة إبراهيم بكر. وعندما وجدت كتاب تحليل الشخصية للدكتور عمرو بدران فصرعت بشرائه. ده إعلان جميل جدا، يبقى ده انتباه للحاجة اللي بحبها انتقائي.
سؤال 18: استخدام المعلم للشاشات الكبيرة البروجيكتور يعني لعرض المحتوى الدراسي بدل من شاشة الكمبيوتر، عشان هو بيبقى أوضح وشكله كبير، حجمه كبير، فده حجم المثير. سؤال 19: أحيانا لا أستطيع أن أشم، مش عارف أشم، حاسة دي يبقى شدة مثير. سؤال 20: يتجه بعض الرجال لمتابعة وسماع مباريات كرة القدم، بيحبوها يا جدع، نحبها، الأهلي في قلبي وفي دمي يا أخي. السؤال 21: ملاحظتك وجود طائر أبو قردان وسط مجموعة خرفان. خراف يعني خرفان، فيبقى ده طبعا اختلاف مثير. سؤال 22: شعور الفرد بالعطش في نهاية يوم شوك بيجعله منتبها للمشروبات. هنا طبعا وانت مغمض دوافع، ولكن انا عايزك تفرق لي في الكومنتات بين الدوافع والتأهب اللي هو التهيؤ والميول. اشوف اجابة حضرتك تحت في الكومنتات. سؤال 23: اختلاف نبرة صوت معلق كرة القدم اثناء المباراة تجعلك متحفز لسماع نبأ احراز فريق الجون، لازم يجيب جون، فانت مستنيه يغير صوته، يعني مستنيه فجاه يقول لك يا نهار ابيض، انت عارف يديك واحده كده، ما بيتكلمش كده طول الماتش، فهنا احنا بندور على تغير، ولكن طبعا الشوالي فما حاجه ما نعرفش. السؤال 24: حدث شجار بين احمد واصحابه في المدرسه وادى ذلك لاستدعاء ولي امر، فحس احمد انه هيتعاقب من ابوه بسبب الاستدعاء ده، فظل مترقب لسماع صوت ابوه اول ما يخش البيت، قاعد مترقب، واخد لي بالك انت التأهب. السؤال 25: تفضل بعض البنات متابعة المسلسلات عن غيرها، بتحبها طبعا يا حياتي. سؤال 26: يتحدث احمد دايما مع صديقه المفضل بالمرح والتفاؤل، وفجأة بتحدث معاه بنبرة حزن، كان بحاجة وهو حاجة وانت مش جنبي حبيبي. سؤال 27: أبلغك عمك أنه يريد زيارتك للاطمئنان عليك في تمام الساعة 5، وعند اقتراب الموعد جلست منتبها نحو الباب حتى سمعت صوت شخص كده طالع السلم، فتوقعت أنه يبقى هو، أنت قاعد مستنيه، ده تهيؤ، تهيؤ ذهني يعني مستنيه. سؤال 28: عند سماع أبي الأغاني بتاعت أم كلثوم فاتت، لا ينتبه لأي شيء آخر من حوله، ما بيحسش بأي حاجة، لأنه بيحب أم كلثوم، هو ده الحب التمام. الله عليك يا ست، عظمة على عظمة، ده أنا جاي لك من طنطا. سؤال 29: يعتمد منسق الحفلات على الأغاني الشعبية، الدي جي يعني، على أغاني الشعبية الصاخبة لأنها تجذب الانتباه أكتر من الأغاني الهادية صاخبة. طبعا هنا ناقصها نقطة بس مش مشكلة، فدي شدة الموسيقى. سؤال 30: عندما تشاهد مجلد باللغة الفرنسية وتجذبك كلمة بالصيني، فهنا الكلمة دي مختلفة، فمختلفة هنا أهي. سؤال 31: تقوم الأم باللعب مع بنتها لعبة ما بتحبهاش ولكن عشان خاطرها يعني، فده طبعا إرادي، هي فين أهي. انجذاب بعض الرجال لنشرات الأخبار والصحف ومتابعتها بشكل يومي يطبق ده أحد العوامل الذاتية. الله، بص الراجل بيحبها، هيحبها. السؤال 33: يعرفه حلمي المليجي بأنه توجيه الشعور في شيء معين استعدادا لملاحظته أو أدائه أو التفكير فيه. يا سلام يا سلام، هنا بيركز يا مليجي، انتباه. سؤال 34: الانتباه والاهتمام مظهران لشيء واحد، فالاهتمام عبارة عن انتباه كامل، بينما الاهتمام هو اهتمام ماشي، فده طبعا تعبير عن الميول، الحاجة اللي هنحبها. سؤال 35: انتظارك امام التلفزيون لمشاهدة مباراة كرة القدم لفريقك المفضل فما بتسمعش صوت ابوك، فانت هنا بتنتقي لانك بتحبه.
سؤال 36: انتباه مقصود ومخطط له يجد الإنسان نفسه مضطر لقضاء وقت فيه لتحقيق هدفه، هو لازم يعمل كده فده إرادي. سؤال 37: الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من محطة القطار لا يستطيعون تجاهل صوت صافرة القطار، ما بيعرفوش، بياخدوا بالهم منها غصب عنهم، فده اللا إرادي. سؤال 38: استخدام المعلق للميكروفون عشان الناس تسمعه هو لتبريز القوة الخاصة بالصوت. سؤال 39: يقوم أحد التجار بنشر المنتجات اللي بيقوم ببيعها على صفحات متعددة من وسائل التواصل بصورة يومية لتسويقها، بيكررها، المتكرر أفضل من الثابت. فرق لي بين التكرار والشدة، مع إنهم مش شبه بعض بس فرق بينهم. شوف إجابتك تحت في الكومنتات يا بيه. سؤال 40: الشخص اللي بيجي من الدول العربية لأوروبا وبيرتدي ملابس بلده بيجذب الانتباه ليه. السلام السلام. فهنا الراجل ده مختلف. سؤال 41: ذهب بعض الأطفال لحديقة الحيوان وقد أثار انتباههم الفيل. ليه؟ ده تنمر طبعا، فيل ضخم بقد الدنيا حجم. سؤال 42: ينتبه سائق السيارة لإشارات المرور بينما الركاب ما بيركزوش ليها، ده عشان هو مستنيها فيبقى ده تأهب. 43: عملية درس اسمه الانتباه يا جدعان، خلصتوا طاقة الواحد. سؤال 34: عند قيام باحث بكتابة بحثه على جهاز الكمبيوتر سمع صوت مشاجرة من عند الجيران كده، مبقاش عارف يركز، فده تشتت. سؤال 45: بيقول لك عند مشاهدتك اللاعب مو صلاح في إحدى، اللي هو محمد صلاح طبعا، في إحدى مباريات ليفربول لا تنتبه لأي شيء آخر من حولك، حضرتك بتحب محمد صلاح، يبقى ده انتقائي. سؤال 46: توقف حركة الملاحة لقناة السويس في 22 مارس الماضي بسبب جنوح سفينة الحاويات من، طبعا الماضي ده اللي هو من سنتين يعني، فاهم، مما جذب أنظار وانتباه العالم كله، فده عشان هي كانت ضخمة يبقى حجم مثير. وبكده خلص فيديو الحل ده. نشوفكم في فيديوهات جديدة من خلال اللينكات اللي فاتت اللي تحت، يعني فيها اللي فات واللي جاي، سواء ملخصات أو حل. وكان معكم مستر إبراهيم أبو بكر، ودي قناة إبرة على اليوتيوب. سلام يا صديقي.